السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ودائما مع وصفات الشهر المبارك. إذا كانت هذه لا فيديو في أول يوم من رمضان، نقول لكم رمضان مبارك يدخل علينا وعليكم بالصحة والهنا. راح تشوفوا معايا اليوم طبق رمضاني بامتياز، طبق الطاجين الزيتون مع كويس محشي ولا فخذ الدجاج المحشي بواحد الحشوة تجي بزاف بنينة. الكويس هذا يجي ما شاء الله، يعني طبق كامل تحبوه راني عارفة. راح نديرها لكم بطريقة سهلة، يجي بريزونطابل، يجي موالم بزاف رمضان المبارك للضياف. ما عليكم غير تشوفوا لا فيديو من الاول للاخير هكا باش ما تراطوا حتى استيس. اللي كنتي اول مره دخلتي لقناتي نقولك حبيبتي مرحبا بك، نورتيني وشرفتيني. ما عليك غير الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوك جديد فيديوهاتي. نروح بسم الله بعد ما نصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. نشوفوا لا فيديو تاع نهار اليوم. بون الوصفه قلنا فخد الدجاج محشي. هنا نجيب كويس تاع الدجاج اللي كما راكم تشوفوا معايا البنات، اللي كنت غسلته مليح بالماء والخل والليم وخليته يستقطر مليح حتى نشف لي، باسكو باش ديصوصو وتقلعوا العظم هذا تاع الدجاج لازم يكون اللحم ناشف مليح الدجاج تاعكم، ولازم تاني يكون الموس ماضي بزاف هكا يساعدكم. طريقه سهله درتها معكم في تحضيرات الدجاج اللي قبل رمضان. نتبعوا فقط العظم، يعني تبعي العظم هكا تتخلصي من العظم ويبقى لك غير الكويس فيه غير اللحم. كيما راكم تشوفوا فيا البنات طريقه بزاف سهله. ونفس الشيء ديسوسو ايضا صدر الدجاج. فوالا انا هنا راني نتبع غير في العظم حتى يبقى لي غير الدجاج فقط. هذا الطبق بزاف مطلوب وبزاف بنين، صدقوني يجي بزاف شباب مع الزيتون والشامبينيون، يعني الفطر بنا تاعو ولا اروع، يعني ما يتملش تاكلوه وتعاودوه وراح، واللي ياكلها عندكم راح يطلب الوصفه. بعد ما شتوني ديسوسيت الفخذ تاعي نحاول نحل كيما هكا اللحم تاعي بهذه الطريقه، ولا تجيبوا هذيك المطرقه تاع الخشب وتبقاو تدقوا في اللحم تاعكم باش كما نقولوا اللحم ما يوليش السمك تاعه خشين باش يطيب لكم بسرعه. فوالا هنا نروحو نشوفو التوابل اللي راح نستعملوهم في المارينات تاع هذا الفخذ. عندي كوري الدجاج، عندي بابريكا، عندي الزنجبيل وكركم كما راكم تشوفوا، والفلفل الاسود واكيد الملح. نجيب هنايا انا درت هنايا هاد لا مارينات درت بها زوج افخاذ الدجاج، يعني هذه الكميه راح تقسموها على زوج، ديروا غير نصف كاس تاع الزيت وديروا نقصوا في لي زيبيس وديروا عصره تاع نص حبه تاع الليم. لازم الليم لانه كما نعرفوا الليم والخل يطروا الدجاج تاعنا، واذا ما كاش عندكم الليم استبدلوه بالخل. فوالا نزيد هنايا مغرف صغيره تاع لا موطارد، ونزيد الثوم. الا كان عندكم ثوم طازج خضر ديروه رابوه وديروه، والا ما كانش عندكم استعملوا ثوم بودره. نزيد رشه عفوا تاع الزعتر ولا زعتره اللي ما استغناوش عنها في الدجاج، ونصف ملعقه كبيره تاع طماطم المصبره تعطينا لون وذوق. هنايا راح نحشو الكويس تاعنا بالروز. نجيب اي نوع تاع الروز اللي تفضلوه، نسلقه ولا نفيضه، نغليه في الماء والملح وشويه زيت، نص طياب تقريبا، ونزيد له ملعقه كبيره يعني بعد ما نقطرو ويطيب نزيد له كميه من الصلصه هذه اللي خدمناها. تقدروا تذوقوا يعني الملح وكل شيء وتشوفوا، يعني تحصلت انا على ذوق مليح بزاف. هنايا تخيروا اي نوعيه تاع جبن باش تحشوا بها الفخذ تاع الدجاج. كما شفتوني نجيب ان فيلم اليمونتير ولا كيس بلاستيكي، نحط فخذ الدجاج ونتبله في الجهتين هكا كما هاكم تشوفوا فيا باش نحشيه بالروز. يعني هنا الحشوه نتوما احرى، تقدروا ديروا روز كما تقدروا ديروا صدر تاع الدجاج تاني يكون متبل تعمروا به الكويس تاعكم. هذه تاع الروز تاني يجي بزاف بنين صدقوني ونوعا ما اقتصادي. نجيب كميه من الروز، نجيب مرسو تاع الفرماج ولا الجبن، ونلم بهذه الطريقه الفخذ تاع الدجاج تاعي كما راكم تشوفوا. طريقه سهله ويجي بنين، وقلت لكم بريزونطابل بزاف يعني للضياف وكل شيء، حاجه شابه بزاف. ندورو كيما هكا نبلع عليه بيان بالبابي بالفيلم اليمونتير هذا، ونجيب خيط سبيسيال هذا اللي يخدموا به البوشيه ولا الجزار كما نقولوا، تلقوه عند اللي يبيع لوازم الحلويات، ونبقى نغلق فيه بهذه الطريقه حتى نتحصل
على كرة اللي تشبه الكرة اليقطين. فوالا راهي واجده عندنا. تنجموا ديروا 2 3 على حساب نتوما افراد الاسره تاعكم. بعد ما وجدت الفخذ تاع الدجاج تاعي نروح نديره في البابي اليمونتير، عفوا بابي الومنيوم. كتروا علينا لي بابي بابي الومنيوم. ونديره يفور البنات. انا غادي نفور واحد النص ساعه وحتى 40 دقيقه يكون داخله اطيب. فوالا نروح نوجد الزيتون تاعي. درت هنا الكركاس تاع الدجاج، درت شويه زيت، ملعقه وملعقه تاع السمن، وبصله اكيد مرحيه مليح. التوابل عندي زنجبيل، نفس التوابل البنات، كركم، فلفل اسود، عود تاع القرفه، وهنايا كيري الدجاج ولا توابل الدجاج، والملح اكيد ما نكتروش لانه الزيتون يكون ديجا فيه شويه ملح. هنا الزيتون غليته في شويه ماء والليمون وقطعته كما راكم تشوفوا. ندير 2 ورقات تاع الرند، وندير الجزر ولا الكروطه ولا الزروديه. تقدروا تستغناو عليها، بصح انا نبغيها بزاف الزيتون، تجيني بنينه وحلوه ما شاء الله. ديما لازم نطيبها وانا اللي ناكلها. بون نقلب بيان اللحم تاعي ولا هذاك الكركاس طين، تقلى مليح مع التوابل. باش عاد نروح نزيد الماء، يعني نمرق بالماء مغلي اللي يكون مغلي، ونغلق. اذا كنتم مقلقين ديروا في لاكوكوط مينوت واحد، ميم با نص ساعه يكون طايب. نجيب شامبينيون تاعي نغسله مليح ونقطره مليح ونديره في مقله، ونزيد له نفس التوابل بكميه قليله مع شويه توم، ونقليه مع شويه زبده كما راكم تشوفوا، شويه معدنوس يا ربي 5 دقائق هكذا ما يجيكمش يابس. ونضيفوا للزيتون تاعي، ثم نتجموا تغلقوا عليه قلت لكم في لاكوكوط يعني نصف ساعه ولا يكون طايب. ما نسوش اكيد الرشه تاع المعدنوس اللي لازم تكون في الزيتون. تجموا ديروا ايضا البنات بوكي تاع المعدنوس وتخلوه يطيب. فوالا هذه هي. بعد ما طاب الدجاج تاعي ولا الفخذ تاع الدجاج تاعي المحشي، نقلعو كما راكم تشوفوا ونحطوه في الفور يكمل طيابه، يعني غير يتحمر لي واحد ربع ساعه يكون تحمر وطاب معايا. ونتحصلوا على هذه الصلصه اللي تجي بزاف بنينه البنات. نقلعوا هذاك البابي كويسون ولا الفيلم اليمونتير، ونقلعوا تاني الخيط كيما هكا، ويكون الفخذ تاعنا محمر الله الله يخرج ما شاء الله. واكيد نكون وجدت هذه ندرسي الصحن تاعي. هنا عندكم الاختيار، انا بغيت ندير بطاطا مقليه كما نعرفوا الولاد الصغار يبغوها بزاف، درتها مع طاجين الزيتون تاعي بالشامبينيون والدجاج المحشي. فوالا حطيت البطاطا كاع في لو. فوالا بعد ما طاب طاجين الزيتون تاعنا، شوفوا المرقه خرجت ما شاء الله خاتره، وخرج بزاف 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 بنين. غير جربوه البنات. الا وصلتي لهاد المرحله من لا فيديو نقول لك ديري جام لا فيديو هكا تشجعيني باش نزيد نقدم لك وصفات مجربين وناجحين باذن الرحمن. نحط كيما هكا الزيتون تاعي والشامبينيون بهذه الطريقه. فوالا والله لا خرج بزاف شباب شيرات، غير جربوه على ضمانتي يخرج بزاف. ما فيه لا كريم فخاش، ما فيه يعني دي بول تاع الكفته، ما فيه والو، حاجه سهله وشابه وبنينه. هكا ديكوريت بلي ترونش تاع الليمون وش رشه تاع المعدنوس الاخضر اللي تعطينا منظر ولا اروع. هنا كان شويه حامي، اسيت نحله معاكم باش تشوفوا كيفاش جات لا فارس تاعنا لداخل، يعني تاع الروز والفرماج كما تشوفوا البنات. فوالا يعني جربوه ودوبلو لا كونتيتي باسكو يجي بزاف بنين. انا درت 3، خدمت هاد لي بول هادو تاع كرات اليقطين كما يسموهم، خدمت 3 وجاو ما شاء الله. ان شاء الله يا ربي يشهيتكم في الجنه يا رب. اي فوالا هذا هو طاجين الزيتون بالشامبينيون على طريقتي عفوا. شوفوا يخرج ما شاء الله، يعني شكلا ومذاقا. ما عليكم غير تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم. اذا جربتوا الوصفه قولوا لي في لي كومونتير البنات، عاودوا ولوا وقولوا لي في لي كومونتير جربناه وخرجنا ما شاء الله. الى وصفات اخرى ان شاء الله قارعوني في وصفات جديده اكيد خاصه بالشهر المبارك. نقول لكم بصحه فطوركم، صحه رمضانكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.